اهلا بيكم. الفيديو النهارده هتكلم معاكم واقول لكم على اكتر الوان ودرجات روج انا بحبها وبتسأل دايما عليها. هقول لكم ايه الاسامي بتاعتها والدرجات كمان. هبتدي معاكم على طول. كلها حاجات دراج ستور وحلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم بتبقى ثابته وبتقعد معايا وقت طويل قوي قوي، وانا اصلا بحب الارواج اللي هي بتثبت، يعني اكتر استعمالي للحاجات المات اللي بتثبت. ما بحبش قوي الليب جلوس وكده، يعني نادرا، يعني هو واحد بس يعتبر الموجود عندي وبستعمله قليل قوي، لان طبعا ما بيبقاش عملي، انتوا عارفين بيتمسح بسهوله وكده، فمش بستلطفه قوي يعني. فاول حاجه بصوا، ده من بريتي وومن. هقول لكم الدرجه بتاعته 57. بصوا ده شكله، ودي الدرجه بتاعته من بعيد اهي. هحاول اوريها لكم من جوه شويه. بصوا تحفه، من الدرجات اللي مديه شويه على سيمون كده، بحبها قوي وبتليق على اغلب اللبس. دي اول حاجه. طيب الحاجه اللي بعد كده، وهي ده من ايفر بيوتي، بس ده مش مكتوب عليه درجه او غالبا اتمسحت يعني، فمعلش بقى اعذروني. اهو من ايفر بيوتي، درجه عامله كده مديه من درجات الكشمير او من درجات النود. بصوا هتلاقوا اغلب الوان الروج اللي انا بستعملها من درجات الكشمير او النود بدرجاته بقى. هتلاقوني على الفاتح والغامق شايفين؟ تحفه، درجه خطيره، بحبها جدا. دي الحاجه اللي بعد كده. بصوا اللون اللي بعدهم، وهو من ميس رويال. من ميس رويال الدرجه بتاعته 09. ماشي 09 اهو، من ميس رويال. شايفين الدرجة عاملة ازاي؟ دي درجات الكشمير صريح، او لا يعتبر كشمير يعني. تحفة تحفة تحفة، انا بحب الدرجة دي قوي، من مفضلاتي بجد. خليني اوريهولكوا كده من جوه. بصوا شايفين الدرجة عاملة ازاي؟ خطيرة خطيرة خطيرة. الدرجات اللي انا برشحها دايما لاغلب الالوان، لاغلب درجات البشرة، من الالوان اللي بتبيض جدا السنان، تلاقيه على كل اللبس، كل الكلام ده. طيب الليب جلوس الوحيد اللي عندي، وهو من بريتي وومن، درجته 39 اهو. هو ده اكيد انتوا عارفينه وشفتوه في فترة كده، طلع ترند جدا وكان مشهور. ده بتاع بريتي وومن، ده شكله اهو. والدرجة دي احلى الدرجات منه، هو طبعا في منه درجات كتير قوي اهي. درجة 39 برضو تعتبر نود، من درجات البيجات كده والكشميرات. خطير خطير. ده اللي انا حطاه على فكرة دلوقتي، فهو بصراحة حلو قوي، من مفضلاتي برضو. من احلى الحاجات اللي بريتي وومن عملوها، لان اصلا اغلب الليب جلوس بيكون مفهوش لون، بيكون شفاف. فان هم يبقوا عاملين ليب جلوس فيه لون ايا كان بقى، فيه منه كان درجات كتير قوي، فحلو قوي يعني. دي حاجه حلوه قوي، مش محتاجين تحطوا روج الاول وبعدين تحطوا عليه الليب جلوس عشان يديله لمعه، لا هو اوريدي اللون باللمعه كله على بعضه يعني. فدي من الحاجات الحلوه. هوريكم تاني بريتي وومن كده، الاتنين اللي وريتهم لكم اهو. يعني بريتي وومن يعتبر ان انا مستعمله الاتنين دول منهم. اول واحد خالص واللي هو الليب جلوس. بصوا بقى، ده من ساندرا، الماركة اللي هي تعتبر جديدة يعني كده، مش من زمان قوي. بصوا الدرجة بتاعته غالبا مش مكتوبة كالعادة، بس هو ده اهو. ده شكله من ساندرا. شايفين الباكجينج تحفة ازاي، حلو قوي قوي. بصوا الدرجة جوه عاملة ازاي، برضو خطيرة خطيرة. الباكج تحفة، شكلها شيك وقيم. الكمية بتاعته حلوة قوي قوي،
كل الارواج دي يا جماعه رينج السعر بتاعها كان تقريبا من اول 20 وانتوا طالعين يعني في الرينج ده. فطبعا تحفه جدا وحلو قوي على السعر طبعا وعلى الكلام ده كله. ده من هدى بيوتي. بصوا شايفين الدرجه؟ ده من الدرجات بقى اللي هي مش كشمير ولا نود، لا دي درجه كده ايه مديه على احمر غامق، نبيتي غامق، اللي هو لا ما يعتبرش احمر برضو، اللي هو يعني انتوا مش فاهمين الدرجه دي شبه درجه الطرحه شويه، يعني شايفين شويه كده. فبتبقى حلوه قوي برضو، بتبقى لطيفه ومش اوفر في نفس الوقت. لما بيكون محطوط بتلاقوا ان الدرجه بتاعته مقفوله كده، مش مبالغ فيها كده. انا دخلت في درجات الالوان شويه الصريحه اللي انا بستعملها بس مش بشكل يومي بصراحه. بصوا ده من رومانتك بيوتي، درجته 503 من رومانتك بيوتي. بصوا الدرجه، انا بحب الدرجه دي جدا جدا جدا، خطيره خطيره. من درجات الفوشيا الغامق، مش الروز ولا البينك الفاتح، لا درجه فوشيا يعتبر صريح بس غامق مش اوفر، يعني برضو المديه على غامق. بيليق على اغلب الوان البشره، بيليق على اغلب اللبس، بيليق على اغلب كل حاجه بصراحه، يعني مجمع كل حاجه. فتحفه تحفه تحفه. انا نسيت افتح لكم بتاع هدى بيوتي ده، بصوا عايزه افتحه لكم برضو تشوفوا الدرجه من جوه. بصوا شايفين الجمال؟ تحفه. درجه تنفع بالليل او تنفع عادي بالنهار، بس يعني يكون اللبس هادي ما يكونش فيه الوان كتير. تنفع في عيد ميلاد، تنفع في فرح، بصراحه حلوه قوي. كمان بصوا اللي هو بتاع رومانتك بيوتي ده، هوريكم برضو الدرجه بتاعه الفوشيا الغامق اللي بقول لكم عليها. بصوا خطير 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 قد ايه بجد. انا بحب الدرجه دي وقد ايه حلوه. كمان ريحته جميله. هوريكم كمان بقيه الالوان، فاضل كده اخر لون. كل الالوان دي ثابته ثبات رهيب، مفيش غير الليب جلوس هو اللي مش ثابت. طبعا انتوا عارفين اي ليب جلوس بيكون بيتمسح بسهوله. بصوا دي ماركه غريبه مش عارفه هي اسمها ايه، كايلي تقريبا ولا ايه مش عارفه، او كايلا حاجه كده. بصوا ده اسمها اهو، هو درجه احمر كده عنابي كده شويه، برضو تحفه تحفه تحفه. يعني انتوا ممكن ما تلتزموش قوي بالماركات دي او بالاسامي بتاعت الشركات دي وتركزوا اكتر على الدرجه، يعني هي مش هتفرق. ممكن تجربوا الثبات بس وانتوا موجودين، عشان اهم حاجه تشوفوا ثبات اللون ده من الحاجات المهمه. بصوا من جوه عامل ازاي، تحفه. طبعا انتوا عارفين درجات الاحمرات مختلفه وفي درجات كتير منها، ومش كل الدرجات بتليق على كل الناس، فركزوا على الموضوع ده كويس لو انتوا من محبين اللون الاحمر يعني. بس كده، هم دول مفضلاتي بصراحه. يعني الالوان القويه التقيله دي مش دايما، يعني مش ضروري، عادي لو خلصوا من عندي عادي، ان انا ما بتاثرش، يعني بيفرقش معايا الموضوع. الثلاثه دول عادي، لكن لو خلصوا لازم برجع اجري اشتريهم. اول حاجه الدرجه دي ودي، دول اساسي عندي. والليب جلوس ده بتاع بريتي وومن ده تحفه برضو. دول انا ما اقدرش اعيش من غيرهم ما اقدرش اعيش. فدي كانت كل حاجه للفيديو. اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ايه اكتر لون عجبكم وانتوا بتفضلوا تستعملوه في اغلب الوقت. كمان اكتبوا لي حابين تتكلموا في ايه واعرض موضوع ايه في الحلقات اللي جايه. وطبعا استنوني في الفيديو اللي جاي، وروحوا شوفوا بقى البلاي ليست اللي مكتوب عليها الميك اب لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الميك اب، ازاي تحطوا ميك اب، حاجات كتير جدا متكلمه فيها هتعجبكم جدا. في البلاي ليست دي هتلاقوها في علامه الاي، ودلوقتي على الشاشه هتظهر، وكمان تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو حابين تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا هتلاقوني سايبه كل اللينكات برضو تحت. هتلاقوني على الانستجرام بشكل يومي، بنزل الريلز القصيرين دول، الناس اللي متحبش الفيديوهات بقى الطويله. بس كده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وباي باي.